الجنيه. ده اللي هو المتغلف سويسري او بي تي سي، 8 جرام عيار 21. وده 10 جرام متغلفين بي تي سي برضه. ده 5 جرام. هبعت لك بقى الاسعار وهوريك الاسعار. طيب انا جبت لكم الخبر اليقين في اخر الاسعار، اسعار الذهب واسعار الفضه من سوق الذهب وسوق الفضه في مصر الجديده في شارع هارون الرشيد ميدان الجامع. للاسف الاسعار عليت جدا. هقول برضو بما يمليه عليا ضميري يعني، والتاجر ده تاجر صاحبي وحبيبي، فسالته سؤال مباشر: هل ده وقت شراء ولا وقت بيع؟ قال لي الصراحه ده وقت بيع، ده مش وقت شراء. احنا بنتكلم النهارده الجنيه المتغلف عامل 37 ونص، اللي هو البي تي سي او السويسري عامه. اي جنيهات متغلفه، وغالبا مش هتلاقي السويسري، غالبا هتلاقي البي تي سي المفتوح ب 36,000 جنيه، مدموغ برضو بس مش متغلف وما فيهوش كاش باك. المتغلف بيبقى فيه كاش باك 25 جنيه على الجرام الواحد، فاضرب بقى 25 في 8، يعني بنتكلم في حوالي 150 جنيه فرق ما بين سعر البيع وسعر الشراء. وعندنا السبيكة ال10 جرام النهاردة هتعمل 53,000 جنيه 700. دي المتغلفة برضو بي تي سي أو السويسري، برضو مش هتلاقي غالبا سويسري، بس الاتنين سعرهم واحد. دي بتبقى عيار 24 والجنيهات عيار 21. الكاش باك بتاعها بيبقى 27 جنيه على الجرام، يعني بتخصم من سعر البيع 27 جنيه للجرام. وهنتكلم على المصنعيات، ودي بقى اللي بالنسبة لي كانت برضو جديدة، أول مرة أسأل عليها، بس برضو للناس اللي مهتمة تشتري فضة أو ذهب. هتكلم على الذهب الأول. مصنعياته: المصري المستعمل بيعمل من 100 جنيه ل 200 جنيه في الجرام مصنعية، الجديد بيعمل من 250 ل 350. وعندنا الإيطالي المستعمل بيعمل من 200 ل 350 مستعمل، والجديد بيعمل من 650 ل 900 جنيه الجديد. الفضة النهاردة عاملة في الجرامات السبائك الصغيرة عاملة حوالي 72 جنيه. بتنزل معاك كل ما بتجيب وزن أكبر زي ما قلنا قبل كده. يعني السبيكة ال 250 جرام اللي هي الربع كيلو بتعمل لها حوالي 66 جنيه للجرام. سعر البيع من 60 ونص ل 61 جنيه. ده الفرق ما بين البيع والشراء في الفضة. ده كانت نظرة سريعة على أسعار الفضة وأسعار الذهب. توقعات التجار إيه؟ أنا برضو هقول لكم وجهة نظري. زي ما قلت لكم الذهب متوقع إن هو يهدى شوية عشان الأسعار دي أسعار عالية جدا، من واضح إن حركة الشراء دلوقتي هادية، فاللي بيجيب دلوقتي بيجيب بيبيع. الفضة لأول مرة هحط لكم الصور، أشوف عيارات كتيرة قوي من السبائك، من أول 5 جرام و10 جرام و25 جرام و50 جرام و100 جرام. دي حاجات أول مرة أشوفها. فمن الواضح إن بقى في إقبال على الفضة الفترة اللي فاتت، على الرغم من إن هي ما بقتش أو هي عمولتها عالية جدا، بس الناس بتتجه ليها نظرا لارتفاع أسعار الذهب. نصيحتي إيه؟ أنا نصيحتي للناس: اشتري الذهب. وقلتها قبل كده في الفيديو اللي فات، ما تشتريش فضة. الفضة عمولته او الفرق ما بين البيع والشراء عالي جدا، بينما الذهب مش كده. الذهب احنا بنتكلم في 1.5% بالكتير فرق ما بين البيع والشراء في السبائك والجنيهات، بينما في الفضة بتوصل ل 7-8%. فده فرق كبير جدا. نصيحتي لهواة الاستثمار: استثمر في الذهب. وزي ما قلنا قبل كده، عدد المتعاملين في الفضة قليل جدا، وهتلاقي معظمهم حتى لو لقيت مثلا محلات فضة هتلاقيهم غالبا بيشتغلوا في المشغولات، ما بيشتغلوش في السبائك. قليلين قوي اللي بيشتغلوا في السبائك.
فاحنا النهارده الذهب سوقه اوسع، تقدر تبيعه بره مصر وجوه مصر. انا الفضه ما اعرفش بره مصر بتتباع ولا لا، حتى لو سبايك. فخليك في الاضمن. لما الناس هتفقد الامل ان هي تشتري الذهب ممكن تتجه للفضه، وخصوصا القطاعات الاقل دخلا او الاقل ادخارا. هوريكم برضو اسعار دلوقتي الصناديق عامله ازاي على ثاندر من كذا صندوق صناديق الذهب. وهحاول اجيب لكم برضو اسعار صناديق الذهب والفضه في امريكا لو انت عندك محفظه بره مصر وبتعرف تتداول او بتعرف تشتري اسهم في صناديق المعادن اللي هي الذهب والفضه. وانا نصيحتي الاخيره، حاولوا يا جماعه تسالوا على حد يكون معرفه في موضوع الذهب والفضه، ده بيفرق كتير جدا. ممكن يفرق بالجنيه والاتنين جنيه في الفضه، وفي الذهب ممكن برضو يفرق معاك لو انت هتشتري مشغولات. في السبائك مش هتفرق عشان هي عامله زي البورصه سعرها ثابت، ولكن في المشغولات ممكن تلاقي حد يظبطك. لو انت هتشتري مشغولات مستعمله او جديده ممكن يخفض لك شويه في سعر المصنعيه، ولكن سعر الجرام نفسه مش هيختلف. فما تحاولش ان انت تستنصح وان انت تروح تدور على حد يكون بيبيع سبائك ارخص او جنيهات ارخص، مش هتلاقي. هي في الاخر نفس الاسعار، هي كلها اسعار واحده. زي ما قلت لكم في فرق ما بين الجنيه المصري الذهب اللي هو معمول هنا عندنا في الصاغه او في مدموغ مصري، وما بين الجنيهات البي تي سي او السويسري. هيبقى سهوله شراء الذهب فرق شاسع ما بينه وما بين الفضه. الاثنين سهلين، الاثنين تسييلهم الى حد كبير سهل، حتى لو هتخسر فيهم حاجه صغيره او مش هتكسب فيهم قوي. انا شايف ان هم حاليا احسن كادخار، احسن من العقار لصعوبه تسييله. ولكن يبقى ان الحاجتين دول ما بيدوروش، مش داخلين في بيزنس او مش داخلين في عجله الاقتصاد وبيدوروا فبيجيبوا دخل. لذلك لو انت ما فيش قدامك اي حلول تانية انك تستثمر فلوسك او تدخرها باي شكل من الاشكال، او رافض تماما فكره البورصه، وانا متفاهم جدا ليه ممكن تبقى رافض فكره البورصه او فكره البنك، لو هتستنى مده طويله قوي وبتراهن على ان الفضه هتعلى علو اكتر من الذهب بكتير، يبقى روح اشتري فضه. انا شخصيا مش حاسس كده او مش مؤمن قوي بكده. ليه؟ لان على مر ال 20 30 سنه اللي فاتوا اللي حصل العكس، ان الفجوه ما بين الذهب والفضه زادت. هي كانت بتبقى ليها معادل، عدد جرامات الذهب بيعمل عدد معين من الفضه، المعادل ده زاد جدا. يعني مثلا لو كان الجرام مثلا بيساوي، جرام الذهب بيساوي مثلا 20 جرام فضه زمان من 20 سنه، هو النهارده بيعمل مثلا 40 50 جرام فضه. فلذلك انا لا ارى مستقبل كبير قوي للفضه، ولكن ارى للذهب مستقبل اكبر، وخصوصا في ظل الظروف السياسيه اللي احنا عايشينها والحروب الاقتصاديه اللي احنا بنشوفها دلوقتي من ترامب مع الصين ومع بقيه الدول اللي في العالم، والادخار اللي بيحصل من البنوك المركزيه للذهب. الذهب اضمن لو انت مش عايز تاخد ريسك، بس زي ما قلنا السعر دلوقتي مرتفع الى حد ما، فممكن تستنى اكتر لو عايز تكسب. هو كده كده على المدى الطويل في تصوري ان هو هيستمر في الزياده، الا في حالات استثنائيه، مثلا اكتشفوا منجم ذهب عملاق في افريقيا او عده مناجم، او حصلت انفراجه سياسيه عالميه فينزل سعر الذهب، وساعتها هينزل سعر الذهب. ما اظنش ان هو هيكسر ال 2800 او ال 3000 دولار للاوقيه او للاونس، اللي هي دلوقتي بتلعب حوالين 3400. فهو اخره هينزل 10 ل 12% دول. لو كسر ال 3000 دولار لتحت دي قصه ثانيه، ساعتها يبقى في بقى كلام تاني، ممكن بقى نشوف 2500 و2300 و2000، بس لا اظن ده وارد حدوثه.